خليني اقول لك ان الزمالك لازم يكون واخد حذره بشكل كامل من مواجهة الاتحاد السكندري التي قد تكون فخ ومطب كبير جدا بيواجه الزمالك. طب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان الموسم الحالي شهد تحول كبير جدا لتيم الاتحاد في بداية الموسم غير الاتحاد في الوقت الحالي. يعني خليني اقول لك ان في بداية الموسم مع المدرب احمد سامي اول 13 ماتش ما كسبش غير ماتشين بس، في نفس الوقت كان استقبل 19 هدف وسجل 7 وعمل 2 كلين شيت. لو جيت تبص على اخر 6 ماتشات هتلاقي ان الاتحاد كسب 4 من 6، خسر 2 بس، استقبل 4 اهداف في 6 ماتشات، عمل 4 كلين شيت وسجل 7. يعني الاتحاد في اول 13 ماتش سجل 7 اهداف، في اخر 6 ماتشات سجل 7 اهداف. ده يبين لك التحول اللي قدمه تامر مصطفى مع الاتحاد. ان الاتحاد في يناير دعم بصفقات قويه زي قفشه، عبد الرحمن مجدي، محمود عماد، وعوده مبولولو، بالاضافه انه عنده اسماء زي جنش وفادي فريد وغيرهم. ولكن الفكره كلها ان الزمالك لازم يكون مجهز نفسه للماتش زي ده، والماتش ده قد يكون عنق الزجاجه لاستمراريه الزمالك على الصداره. اكيد الاتحاد هيلعب على التحولات، اكيد في دراسه كبيره من محلل اداء نادي الزمالك، لكن في النهايه الحذر ثم الحذر. ان هرجع اقول لك ماتش الاتحاد السكندري قد يكون فخ كبير للزمالك.